السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشرح النهاردة الدرس الاول لمين؟ للصف الاول الاعدادي. ركزوا بقى معايا. طيب الدرس بعنوان ايه يا ميس؟ الدرس بعنوان اسم الله تعالى الكريم. تمام. عايزة اسألكم سؤال. هل لو انا عرفت اسماء ربنا وصفاته اكتر هتقوي علاقتي بربنا؟ اه يا ميس طبعا. ايوه، لو انا عرفت اسم ربنا، اسماء ربنا، وعرفت صفات ربنا هتقوي علاقة المؤمن بمين؟ به جل وعلا. هتخلي علاقتي بربنا قوية جدا. تمام كده؟ طيب، عاوز اعرف يا ميس اسم الله الكريم معناه ايه؟ يعني لو سألني وقال لي معناه اسم الله الكريم هقول له ايه؟ هقول له ثانية واحدة وهقول لك. يعني أنه سبحانه وتعالى كثير العطاء. يعني ايه؟ يعني ربنا بيعطي كتير أكتر من ما نتخيل. تمام كده؟ يعني ايه؟ يعني أنه سبحانه وتعالى كثير العطاء. طيب، لا يمنع أحدا من عطائه. ما بيمنعش حد من إيه؟ من عطاء ربنا. ربنا ما بيمنعش حد. طيب، إذا سئل وإذا لم يسأل فسبحانه يحب إيه؟ يحب عباده ويرحمهم. يعني إيه؟ يعني ربنا بيعطيني سواء سألت ربنا ودعيت لربنا يا رب، يا رب اعطيني أي شيء معين، أو ما سألتهوش فربنا بيعمل إيه؟ ربنا بيعطيني برضه. ليه؟ عشان ربنا بيحبني وبيحب كل إيه؟ كل عباده. طيب ربنا قال إيه بقى؟ يعني لو جه سألني هنا بقى وقال لي عاوز آيتين فيهم اسم الله الكريم، أهم الآيتين أهم. إيه أول آية؟ ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يعني إيه؟ يعني يا إنسان اطلب من ربنا، ده ربنا كريم، وما تتغرش وما تحسبش إن أنت أحسن من إيه؟ أحسن من ربنا. ده ربنا كريم وبيعطيك أزيد من إيه؟ من ما أنت من إيه؟ من أكتر من إن أنت بتطلبه. تمام كده؟ طيب، الآية التانية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. يعني إيه؟ يعني اللي بيشكر ربنا ربنا بيعطيه وبيرزقه. طب واللي ما بيشكرش ربنا، ربنا غني. هل ربنا محتاج مننا شيء؟ لا يا ميس طبعا، ده ربنا بيتفضل علينا. يعني ايه؟ يعني ربنا ايه؟ بيعطينا، لكن ايه؟ مش مستني مننا حاجة. يعني اللي بيشكر فربنا هيعطيه. طب واللي بيكفر؟ اللي يكفر هو حر. هو اختار. هو اختار ايه؟ اختار. هو غني، ربنا غني كريم، ربنا مش مستني منه حاجة. تمام؟ يعني اللي بيشكر يا ميس هيبقى لنفسه، واللي يكفر برضه لنفسه. طيب، مظاهر كرم الله تعالى بقى. هناخد هنا مظاهر كرم الله تعالى. يعني ايه؟ يعني ربنا كريم ازاي يا ميس؟ اول حاجة ربنا كريم في استجابة الدعاء. كرم الله تعالى في استجابه الدعاء. يعني ربنا بيستجيب الدعاء ازاي؟ إذا دعا العبد يستجيب الله تعالى له ولا يرده إيه؟ يرد دعاءه. يعني إيه؟ يعني لو أنا دعيت ربنا وطلبت منه شيء معين، هل ربنا مش هيحقق لي الدعاء ده؟ لا طبعا هيحقق الدعاء. أيوه. طيب ربنا يحقق لي الدعاء اللي أنا بطلبه منه. طيب ليه بقى؟ لأنه سبحانه حيي كريم. يعني إيه يا ميس حيي كريم؟ يعني ربنا بيستحي ان هو يعمل ايه؟ ما يستجبش دعاء حد يطلب منه شيء معين. طيب ازاي؟ الرسول قالها لنا. قال لنا ايه الرسول؟ قال لنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما إيه؟ صفرا خائبتين. يعني إيه؟ يعني ربنا بيستحي إن حد يطلب منه شيء وما يعمل وما يستجيبش الدعاء. فربنا إيه؟ يا ميس، يعني كده ربنا حيي كريم. أيوه، إن الله حيي إيه؟ حيي كريم. يعني إيه؟ يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه.
هنرفع ايدينا ونقول يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما إيه؟ صفرا خائبتين. يعني ربنا بيستجيب الدعاء لأنه بيستحي إن هو يعمل إيه؟ يرد دعاء حد طلب منه شيء. تمام كده؟ طيب واستجاب الدعاء، طب ربنا هيستجيب الدعاء مني إزاي؟ أو هيستجيب دعائي إزاي؟ هو هيعطيني إزاي؟ طيب ممكن ربنا ما يعطينيش على طول. يعني ايه؟ يعني ممكن انا اطلب من ربنا شيء معين واستنى الاقي مفيش الحاجه دي ما حصلتش. طيب هل ربنا ما استجابش دعائي؟ لا استجاب. بس ربنا بيعمل ايه؟ بيعطيك بثلاث ايه؟ ثلاث صور. يعني ايه؟ يعني ربنا مثلا ممكن يعطيك ايه لو سألته بتكون بإحدى ثلاث. يعني ايه؟ بيعطيك بثلاث. طب ايه هم يا ميس؟ أبو سعيد قال إيه؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم. يعني ينفع إن أنا أدعي ربنا اللي يستجاب لي شيء حرام؟ لا طبعا يا ميس. لما أنا أطلب من ربنا شيء الشيء ده حرام وما ينفعش، أكيد ربنا مش هيحققه لي. أكيد طبعا. طيب يعني كده يا ميس ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، يعني ما يدعيش ربنا دعوة الدعوة دي فيها حاجة حرام. فيها إيه؟ حاجة حرام أو حاجة ما ينفعش إن هي إيه؟ إن هي تتحقق. تمام كده؟ طيب ولا قطيعة رحم. يعني ينفع أدعي دعاء الدعاء دوت يبعدني عن قرايبي مثلا، أو يبعدني عن مامتي وبابايا أو إخواتي؟ لا طبعا. فربنا أكيد مش هيستجيب. يعني ولا قطيعة رحم يعني يا ميس يعني ما ادعيش بايه؟ ان انا ابعد عن اي حد من عيلتي، او ان هو ان اي حد ايه؟ اي حد يتاذى. طبعا ربنا اكيد مش هيستجيب لي. تمام؟ طيب طب انا ولا هدعي بده ولا هدعي بده، خلاص انا هدعي دعاء. الدعاء ايه؟ الدعاء دوت صالح. يعني ايه؟ ربنا بيعمل ايه بقى؟ الا اعطاه الله بها احدى ثلاث. يعني ربنا بيستجيب الدعاء بثلاث حاجات. يعني ايه؟ يعني ممكن يحصل ثلاث حاجات. إما أن إيه؟ تعجل له دعوته. يعني دعوته تحصل فعلا. تمام؟ يعجل له دعوته يعني إيه؟ يعني يحصل الدعاء ده فعلا يحصل. تمام؟ أو ممكن نلاقي إحنا نفسنا دعينا والدعاء ده مش ما حصلش. فإيه اللي يحصل؟ نعرف إن ربنا شايله لنا في الآخرة، وإما أن يدخرها له في الآخرة. يعني إيه؟ يعني ربنا يدينا بدلها حسنات في الآخرة، أو ربنا يعلي إيه؟ المرتبة في الجنة، يعلي مرتبتنا في الجنة، يعني يخلينا في جنة أعلى، أو يعطينا حسنات. تمام كده؟ يعني يا ميس يا إما ربنا يستجيب الدعاء لينا على طول على طول نلاقي الدعاء اتحقق، يا إما إن نلاقي الدعاء فين؟ الدعاء ما اتحققش في الدنيا ولكن في الآخرة نلاقي حسنات كتير. أيوة. طب تالت حاجة يا ميس إيه هي؟ وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني إيه؟ يعني أو ربنا بيصرف عننا شيء معين، يعني كان هيحصل لي حاجة وحشة فربنا بعدها عني. يعني لازم إن إحنا نقعد ندعي ربنا كتير. تخيل بقى، يعني تخيل لو أنت دعيت ربنا إن ربنا يا إما يحقق لك الدعاء، أو يحط يديك حسنات في الآخرة، أو يبعد عنك سوء في الدنيا. تخيل بقى، يبقى كده نعمل إيه؟ قالوا إذا نكثر. قال الله أكثر. يعني إيه؟ يعني إن إحنا ندعي ربنا أكتر وأكتر. فلما ندعي ربنا أكتر وأكتر إيه اللي يحصل؟ ربنا يعطينا. يعني نقعد ندعي كتير جدا. تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا معنى الايه؟ الحديث ده. تمام كده؟ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. هم الثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر. قال الله أكثر. تمام كده؟ طب ناخد تاني حاجة كرم ربنا. طيب ايه هي تاني حاجة كرم ربنا؟ تاني حاجة كرم الله في العطاء بقى. كرم الله في العطاء ازاي يا ميس؟ هنقول ان ربنا يكرمنا الله جل وعلا
في كل لحظة بنعم كثيرة. ربنا بيدينا في كل لحظة نعم كتير، بس احنا مش حاسين بيها. عارفين ليه؟ مش بنحمد ربنا على النعم الكتير اللي ربنا بيديها لنا، لان ربنا بيدينا نعم كتير جدا لا يمكن حصرها. يعني ما نقدرش نعدها، ما نقدرش نعد نعم ربنا لانها كتير جدا. تمام؟ طيب، في نعم بقى مما نطلبه وندعو به وايه او لم ندعو به. يعني في نعم ربنا بيديها لنا، احنا بندعي ربنا بنطلبها منه، وفي نعم احنا ما بنطلبش منه فربنا بيديها لنا برضه. ربنا قال ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني ايه؟ يعني ربنا بيدينا احنا لما بنسأل ربنا اي شيء او ندعي ربنا باي شيء ربنا بيديها لنا. وكمان لو عدينا نعم ربنا علينا هنعمل ايه؟ مش هنقدر نعدها، مش هنقدر نحصر ايه نعم ربنا علينا لانها كتير جدا. تمام كده؟ طيب، ناخد بقى تالت حاجة: ثالثا كرم الله سبحانه وتعالى مع العصاة. ايه ده؟ ايه ميس المفاجأة دي؟ هو ربنا بيكرم العصاة؟ العصاة اللي هم ما بيسمعوش كلام ربنا، اللي بيعصوا ربنا، ربنا بيكرمهم. تخيل بقى ان ربنا بيكرمهم: ان العبد العاصي اذا تاب من ذنبه فإن من كرم الله تعالى انه يبدل سيئاته حسنات. يعني ايه؟ يعني انسان كان بيعمل طول حياته معاصي، تمام، ولكن الانسان دوت جه في يوم من الايام وفاق كده وقال ايه ده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ انا بعد كده مش هعمل الحاجات دي حاجات وحشه وانا هبعد عنها وهعمل ايه وهتوب. ودعا ربنا اللي يستجيب لي، ويا رب ارحمني ويا رب اغفر لي يا رب. ربنا هيعمل ايه من كرم ربنا بقى؟ ان هو هيعمل ايه؟ هيغفر له. مش معنى كده ان انا اعمل السيئات وابقى عارف واعصي ربنا، وابقى عارف ان انا بعصي ربنا، واقول ان انا هطلب من ربنا واقول له يا رب ارحمني بعد كده ويا رب سامحني. اكيد لا، ربنا عارف اللي جوانا. يعني احنا بنعمل المعصية عن جهل، يعني مش عارفين ان هي ايه معصية، او احنا مش حاسين بيها. فلما ندعي ربنا ونتوب لربنا ربنا هيسامحنا. تمام كده؟ طيب، فربنا بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله ايه سيئاتهم حسنات. نقول تاني، ربنا بيقول هنا إلا، بسم الله الرحمن الرحيم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني اللي بيتوب ويعمل عمل صالح بيحصل له ايه؟ ربنا بيمسح كل ذنوبه ويبدلها بدلها ايه؟ بدلها حسنات. تمام كده؟ طيب، يا رب تكونوا فهمتوا الصفحة دي. صفحة تانية، ثانية واحدة نمسح الأول وبعد كده نقلب الصفحة. احنا كده قلنا 3 حاجات للقرن، تمام؟ عشان ما تتوهوش معايا. احنا قلنا كده 3 حاجات. ايه هما يا ميس ال3 حاجات؟ اول حاجة قلنا كرم الله سبحانه وتعالى في استجابة الدعاء، تمام؟ ان ربنا بيستجيب الدعاء، تمام؟ لان الله حيي كريم، تمام؟ قلنا تاني حاجة في العطاء، ربنا بيعطي، صح كده؟ ربنا بيعطينا لو احنا دعينا ربنا او ما دعيناش ربنا، او سألنا ربنا شيء معين او ما سألناش فربنا بيعطينا برضه، تمام؟ تالت حاجة قلنا كرمه مع العصاة، اللي بيعصوا ربنا وبيطلبوا من ربنا المغفرة فربنا بيعطيهم، تمام؟ كده هنا 3 حاجات، تمام كده؟ وخدنا معنى اسم الله الكريم اهي موجودة فوق، وخدنا الآيتين لو سألنا اللي فيهم ايه؟ اللي فيهم إيه؟ اسم ربنا الكريم، تمام؟ طيب، ناخد بقى الايه بعد كده رابع حاجة من ايه؟ من صور كرم الله تعالى. طيب، رابع حاجة، نجيب بس ده الأحمر ده. رابع حاجة كرم الله مع الصالحين. ربنا بيكرم العصاة، أكيد ربنا بيكرم الصالحين طبعا. طيب، بيكرمهم ازاي يا ميس؟ يتجلى كرم الله تعالى على عباده الصالحين في إكرامهم بالجنة. ربنا بيكرمهم ويدخلهم الجنة. بيدخلوا الجنة بس لأ، التي لا يوجد مثلها في الدنيا.
فصفتها فوق ما يخطر إيه بالبال أو يدور في الخيال. يعني إيه؟ يعني ربنا بيدخل الصالحين الجنة. طب ما احنا عارفين يا ميس إن ربنا الصالحين هيدخلوا الجنة. إيه بقى العطاء في إيه؟ في الأكتر من كده. العطاء الأكتر من كده إن ربنا بيدخلهم الجنة اللي فيها إيه؟ اللي مفيش في الدنيا زيها. اللي احنا لو جينا نفكر او نتخيل مش هنقدر نعمل ايه، مش هنقدر نتخيل الجنة. مش هنقدر نتخيل الجنة. تمام كده؟ مش هنقدر نتخيل الجنة. تمام؟ طب قال الله تعالى في الحديث القدسي قال ايه؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. يعني ده انا جهزت لهم جنة جميلة ما شافوهاش في حياتهم كلها، ما شفناهاش خالص. تمام كده؟ عينينا دي ما شافتش، ولا أذن سمعت، يعني ولا حتى سمعنا عنها، يعني ولا سمعنا صفات الجنة صح، ولا حتى ايه شفناها. تمام؟ ولا خطر على قلب بشر، يعني حتى كمان ما جاش. ولا لو قعدنا نتخيل حياتنا كلها مش هنقدر نتخيل الجنة شكلها ايه. ايه؟ فقرأوا إن شئتم. تمام كده؟ يعني شوفوا اللي انتوا عاوزينه، لكن ايه؟ لكن مش هتقدروا تتخيلوا الجنة شكلها ايه. ربنا قال كمان هنا بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني إيه؟ يعني إحنا مش عارفين شكل الجنة ولا حتى نقدر إيه نتخيلها. تمام كده؟ يبقى قلنا كرم ربنا، قلناها في أربع حاجات. تمام كده؟ قلنا 3 منهم الصفحة اللي عدت دي، ودي الرابعة اللي هي الكرم مع مين؟ مع الصالحين. تمام؟ طيب عايزين نعرف حاجة بقى الإنفاق والتخلق بالكرم. إحنا بقى ننفق إزاي؟ وإزاي نبقى نكرم إيه؟ نتحلى بصفة الإيه؟ الكرم. إيه؟ هنا الإنفاق هو ما يقدمه المسلم. أول حاجة أنا هو أنفق، هساعد غيري، تمام، او هعمل اي شيء، فانا لازم يكون ابتغاء وجه الله تعالى. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اروح اساعد حد او اعمل حاجه واقول ايه ده علشان ربنا، واحنا من جوانا بنعملها علشان الناس تشوف وتقول ايه ده الانسان ده كريم، ده الانسان ده بيساعد. لا طبعا. هل ربنا ما يعرفش اللي جوانا؟ يعرف طبعا. فلازم يكون ابتغاء وجه الله. لازم يكون ايه؟ ابتغاء وجه الله. طيب ليه؟ علشان ينال الثواب والمغفرة، علشان ربنا يديله ثواب ويغفر له. طيب الانفاق يا ميس ازاي؟ الانفاق ليه صور مختلفة. يعني مش لازم ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا مثلا بنتصدق هو ده الانفاق، او ندفع فلوس هو ده الانفاق. لا، الانفاق ليه صور. زي ايه يا ميس؟ زي الانفاق المادي بالصدقة. يعني ايه؟ انفاق مادي، ان انا بساعد غيري واديله مال، يبقى ده انفاق. ده انفاق ولازم يكون ابتغاء وجه الله. طيب في الانفاق الاجتماعي. ايه ده؟ يعني ايه الانفاق الاجتماعي؟ الانفاق الاجتماعي زي بالوقت كصلة الرحم. اخلي عندي شوية وقت كده اقعد مع مامتي شوية، اقعد مع بابايا شوية، اكلم اخويا الصغير شوية، اكلم عمي اسلم عليه، اكلم خالته اسلم عليها، اكلم قرايبي اسلم عليهم. اخلي كل يوم وقت معين ان انا اكلمهم. ده انفاق. ده انفاق. تخيلوا. طب وقضاء حوائج الناس. يعني حد يطلب مني حاجة اقول له لا ده انا مشغول؟ لا طبعا، مش هتفضل حياتك كلها مشغول. حد يطلب مني حاجة ان انا اعمل ايه؟ اساعد طبعا، اساعده. اي شيء عاوزه انا اساعده. تمام كده؟ طيب يبقى دي الانفاق. اول حاجة انفاق مادي يا ميس، وانفاق اجتماعي زي الوقت كصلة الرحم. الوقت ان انا ادي لايه؟ لعيلتي وقت. تمام. وقضاء حوائج الناس، ان انا اساعد الناس، اي حد عاوز حاجة اساعده. والإنفاق العلمي إذا إزاي ميس؟ والإنفاق العلمي كتعلم العلم النافع ونقله للآخرين. يعني إيه؟ يعني أنا عندي معلومة، عندي علم ومتأكد من العلم دوت، أو متأكد من المعلومة دي، أعمل إيه؟ أساعد غيري وأعرفه المعلومة دي. أساعد غيري وأعرفه المعلومة دي. ده إنفاق. ده كمان إنفاق. تمام. يبقى صور الإنفاق، لو سألني وقال لي صور الإنفاق هقول له صور الإنفاق مالها. أول حاجة إنفاق المادي، الإنفاق المادي بالصدقة. هقول له والإنفاق الاجتماعي بالوقت كصلة الرحم وقضاء حوائج الناس. والإنفاق العلمي كتعلم الإيه؟ العلم النافع ونقله لمين؟ للآخر. تمام كده؟ طيب
الثواب ازاي بقى؟ هناخد ثواب ازاي على الانفاق يا ميس؟ لو انا جيت عطيت حد من حاجة انا بحبها، هل ربنا هيديني ثواب؟ هيديني ثواب كبير جدا. ربنا قال ايه؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني انا ادي غيري من الحاجة اللي بحبها. يعني ايه؟ يعني مثلا ما تجيبش هدوم مثلا انا مبهدلها خالص خالص جدا، ان ما ينفعش حد يلبسها، واروح اقول ايه، خلاص لا انا هساعد غيري واديله الحاجه دي. ما هو اصلا مش هيلبسها، لاني انا مبهدلها جدا. فما ينفعش ان انا ادي لحد، لا هديله. يبقى انقي الحاجات الكويسه اللي عندي برضو، وان انا اعمل ايه، اساعد غيري بيها. تمام كده؟ طيب، ما اجيش مثلا حذاء يكون مقطع خالص ان هو ما ينفعش يتلبس، واقول لا ده انا هساعد غيري واديها له. طب هو هيلبسها ازاي؟ فلازم لما اجي اساعد غيري اشوف الحاجه ايه، حاجه كويسه. تمام كده؟ طيب، هنا بقى ايه، بنتكلم عن سيدنا محمد. سيدنا محمد كان كريم طبعا، واسع الكرم، كان كريم جدا. طيب، ابن عباس قال ايه؟ قال كان رسول الله اجود الناس، يعني اكرم الناس، وكان اجود ما يكون يعني اكتر حاجه كان ايه، كان كريم فيها في رمضان حين يلقاه جبريل. يعني لما سيدنا جبريل كان بينزل ايه، بينزل عليه الوحي في رمضان. لما كان بينزل له في رمضان يعمل ايه؟ ينزل عليه بالوحي. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، كل ليلة كان سيدنا جبريل بينزل. تمام كده؟ فيدرسه القرآن. يعني ايه؟ بيتلو عليه ايه؟ آيات القرآن، بيقول له آيات القرآن. تمام؟ طيب، الرسول بقى لما ايه، فرسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير. يعني لما بيلاقي جبريل كان ايه، يلقاه جبريل أجود بالخير من الايه، من الريح المرسلة. يعني ده كان سيدنا محمد أكرم أسرع من الريح في كرمه. تمام كده؟ نقول تاني. كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه مين؟ جبريل. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فرسول الله حين يلقاه جبريل اللي بيحصل أجود بالخير من الريح المرسلة. تمام كده؟ طيب، عايزين ناخد آخر حاجة. إيه هي آخر حاجة؟ اللي هي ايه، ثمار التخلق بالكرم. انا دلوقتي كريمه. طب ايه الثمار؟ ايه ثمار بقى التخلق بالكرم؟ انا دلوقتي بقيت كريمه الحمد لله. تمام كده؟ طيب، ايه بقى النتيجه؟ النتيجه ان العبد المنفق يكرمه الله تعالى ويزيده من فضله. يعني ايه؟ يعني انا بساعد غيري واعمل اللي انا قلت عليه فوق دوت كله. تمام كده؟ ايه اللي هيحصل؟ ربنا هيزيدني من فضله. ليه؟ ربنا قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق عليك. يعني إيه؟ يعني أنفق يا ابن آدم، ساعد الناس، واعمل إيه؟ ساعد الناس، وخلي وقت عندك لصلة الرحم، وساعد الناس، ودي الناس صدقة، وانفع الناس بالعلم بتاعك، وربنا هيديك وينفق عليك. طيب يا ابن آدم أنفق عليك. طيب المنفق بقى الملائكة بتعمل له إيه؟ الملائكة بتدعي له بالبركة. شفتوا بقى؟ طيب الرسول قال إيه؟ قال ما من إيه؟ ما ما من يوم يصبح العباد فيه ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. يعني يا رب المنفق اللي بيساعد الناس زيده يا رب واعطيه. طب والممسك اللي هو البخيل ربنا هيعطيه؟ لا طبعا، لأنه هو بخيل وما بيساعدش الناس. يبقى احنا هنعمل ايه بعد ما نسمع الدرس ده؟ طبعا يا ميس هنجري بسرعة. هنعمل ايه؟ هننفق ايه؟ بالصور يا ميس المختلفة اللي انت قلت لنا عليها. هنعمل ايه؟ هنساعد غيرنا صدقة. هنعمل ايه؟ صلة الرحم. هنعمل ايه؟ هنساعد الناس. هنعمل ايه؟ هنساعد هنعمل ايه؟ هنساعد الناس بالمعلومات اللي عندنا اللي احنا متأكدين منها. ونعمل ايه؟ ونبقى من الايه؟ من المنفقين اللي احنا هنعمل ايه؟ ان احنا ناخد ثواب
ثواب الكرم. تمام كده؟ طيب احنا عملنا ايه؟ احنا كده خلصنا. تمام كده، خلصنا الدرس. و ان شاء الله باذن الله هجيب لكم اسئله، لان في الكتاب ده الاسئله بتاعته صغيره قوي، اسئله وهنجاوب عليها مع بعض بس بعد ما تسمعوا الدرس كويس. وإن شاء الله بإذن الله نتقابل الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.